الكنز التاني بعد الجنة لكل واحد بيحاول يثبت حاله رغم تغير الأحوال هو إن الصبر بيكون النور اللي بتشوف بيه عناية ربنا بيك وانت في تقلبات أحوالك في الحياة. قال صلى الله عليه وسلم: الصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء. فالعلماء قالوا مجموعة الأفكار اللي الواحد بيقعد يصبر نفسه بيها وإحساسه إن ربنا سنده وعونه، وإحساسه إن مع العسر يسرا، وإحساسه إن كل شيء ربنا أخده هيخلف عليه، مجموعة الأفكار دي بتنور للإنسان طريقه وتخفف عنه آلامه ووجعه. عشان كده الصبر ضياء. أو الإنسان يستسلم لوساوس الشيطان إن ربنا بيكرهك وانتقم منك، أو يستسلم لوساوس الشيطان إن مفيش يسر مع العسر ولا حاجة، فيبقى حياته مظلمة. فاللي بيحاول يصبر نفسه ويثبت حاله حياته بتنور، وده كنز كبير جدا بيخلي الصابرين يصبروا وفي قلبهم سكينة ورضا. السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بكم في فيديو جديد. قبل ما ابدا الفيديو، لو لسه اول مره تشوفوا قناتي متنسيش تحط اللايك وتشتركي في القناه عشان يوصلك كل فيديوهاتي. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم كده، وزي ما انتم شايفين كده في اول الفيديو. انا بدات اليوم كده كنت بطلبات البيت. انا طبعا اول الشهر بجيب إيه اللي ناقصني من اللحمه، الفراخ، الحاجات دي. انا كل شهر، الشهر اللي فات كنت جايبه كل اللي انا كنت جايباه، كنت جايبه لحمه، ما كنتش جايبه فراخ عشان انا ما بجيبش الفراخ قوي، عشان عيالي ما لهمش في اكل الفراخ. فالشهر ده بقى قلت انا بقى لي شهرين بجيب لحمه. الشهر ده قلت اجيب مره بقى ايه فرختين، واجيب مثلا معاهم اشوف هجيب مثلا كيلو ونص لحمه كمان، ولا اجيب حسب ما انت هتمشي بيتك. شوفي مقدار بيتك، مثلا انت بتمشي كل شهر بقد ايه لحمه او بقد ايه فراخ او نص ونص. شوفي انت مقدارك قد ايه. انا جبت فرختين وهجيب عليهم كمان لحمه، عشان انا عيالي ما بياكلوش الفراخ زي ما انا قلت لكم في الاول، فبجيبها مثلا اعملها اشوحها او اشويها او كده، على عشان هم ياكلوها، تغيير في الاكل. مش دايما اجيب كل حاجه لحمه لحمه لحمه، لا. او مثلا اعملها مع صينيه بطاطس او اي حاجه. فقلت اغير الشهر ده، فجبت فرختين وقطعتهم ونضفتهم. انا كنت نقعاهم بصراحه. قبل ما ابدا الفيديو كنت انا اول ما جبتهم مسكتهم نقعتهم كده، غسلتهم غسله حلوه ورحت نقعهم، عشان انا كنت جايباهم الصبح وانا جايه من السوق. وانا كنت مصوره الفيديو ده على ما فضيت الحاجه وحاجه السوق وكده، وعلى ما ايه شفت اللي ورايا، وبعد كده ايه رحت داخله بقى غسلاهم غسله حلوه وقطعتهم وحطيتهم في الفريزر. انا ما بحبش اسيب الفرخه سليمه، لو انت يعني كل واحد بقى حسب ما هو بيحب يسيبها سليمه او مقطعه. انا بحب اقطع الفراخ بصراحه. وبعد كده كان عندي توم. التوم دول يعني لما بيكون في توم بتحس ان هو بيفضي، كل ما تيجي تقربي للتوم الجديد اللي هيطلع فاللي قبله بيفضي. فرحت ماسكاهم كده مقشراهم، انا عندي يجي 2 كيلو لسه فاضلين. فمسكتهم قشرت كل يوم اقشر حبه، ومسكتهم فرمتهم كده. اللي بقشره بفرمه واخزنه كده زي ما انتم شايفين. ما بعملش فيه اي حاجه، انا بحط عليه شويه ملح، وبعد ما بفرمه ما بحطش في الكبه الزيت. انا بحط لما بعبيه في البرطمان بروح حاطه عليه الزيت، اما في الكبه لا، ما بحطش زيت بصراحه. الملح بيخليه بتعرفي تطلعيه بالمعلقه، والزيت هو الماده الحافظه بتاعته هو الملح. بس كده. وبعد كده رحت بقى ماسكه كنت جايبه برضو فلفل اللي انتوا شايفينه ده. انا قبل ما الفلفل الالوان عندي بيخلص بروح جايبه غيره. انا بحب الفلفل الالوان بحطه على الاكل بصراحه. وعندي برضو الفلفل اللي هو البلدي والاخضر. كنت جايبه كده، لما احنا عندنا الفلفل ساعات بيبقى ب20 و25، فكل ما بلاقيه رخيص اجيب مثلا 2 كيلو او كيلو، كيلو ونص حسب ما بلاقيه. لما بلاقيه غالي بصراحه بجيب هو نص كيلو. ما بكترش عشان بيبقى غالي. النهارده لما انا كنت في السوق لقيته ب 18 جنيه، فرحت جايبه 2 كيلو بصراحه. ف يعني حسيت ان هو رخيص عن ما بجيبه كل مره. اخر مره كنت جايبه ب 25 جنيه، فكنت جايبه نص كيلو بس، اللي هو نص كيلو بيجي 3 فلفلات بس.
فبجيب اتنين صفر او اتنين حمر وواحدة صفرة، يعني ما بجيبش الاخضر في وسطهم عشان الاخضر اصلا في البلدي، فما بجيبوش. النهارده بقى لما لقيته ب 18 جنيه فروحت جايبه 2 كيلو. قلت اخزن، يعني مش بخزنه يقعد فترة، لا، انا بقطعه زي ما انتم شايفين كده، وبعد كده بحط كل حبة في كيس، وكل ما باجي مثلا على قد الطبخة اروح مثلا فاتحة الكيس واخدة منه حبة ومرجعة تاني. مش مثلا اعبيهم في كيس كبير وكل شوية اجي اجيب افك الكيس الكبير اللي انا معبيه، لا، انا ممكن الاتنين كيلو دول احطهم على 4 اكياس. كل ما اجي اطلع مثلا الكيس في مقدار نص كيلو، اخد منه حبة وادخله الفريزر تاني. مش معقول هاخد النص كيلو كله، لا، انا باخد على قد طلبي وبعد كده برجعه. بيكون الكيس صغير فبتدخليه وتطلعيه، يعني ايه، ما بيتبصش بسرعة. وبالذات الفلفل الالوان ما بتيجي تطبخي بيه، بتجيبيه متجمد تحطيه على الاكل على طول، ما بتسيبوهوش يفك. هنا كنت عاملة كل كيس، هتشوفوا دلوقتي أنا مجمعاهم، كل كيس فيه نص كيلو، يعني بالويم كده، يعني أنا مش ظابطة إيديا بس أنا يعني مويماهم كده. وفي كيس كنت عاملة لي الشاورما، ممكن أعمل شاورمة فراخ أو شاورمة لحمة، سايبة له كيس برضو لوحده. أما اللي أنا مقطعة مكعبات دول عملتهم 3 أكياس. بس يعني ما باجيب كل شهر كده، يعني كل ما اجي اروح السوق اجيب حاجه بتخف عليا من الشهر اللي بعده، يعني الاتنين كيلو دول ممكن يقضوني شهرين. الفلفل الالوان مش في، يعني مش مثلا بتحطيه في كل الاكل، لا، في اكل معين، مش على الفاضي وعلى المليان بنستهلك، فممكن يقعد عندي الشهرين، فالشهر الجاي هيوفر لي ان انا مش هجيب حاجه بقى بداله. وبالذات اليومين دول الخضار حلو في السوق، يعني ممكن تجيبي قلقاس ممكن تخزنيه، البسله، السبانخ، الحاجات دي كلها موجوده في السوق دلوقتي، وانا عايزه اخزن منها، كل ما اروح السوق اجيب حاجه واخزنها. وبالذات احنا بنحب السبانخ وبنحب القلقاس بالخضره، فالمره الجايه ان شاء الله هجيب، هبدأ بقى اخزن حاجات في الفريزر. بس لو لقيتها رخيصة، يعني ما بجيبش الحاجة مثلا تكون غالية واروح اخزنها، لا، انا بفضل مثلا كل ما اجي اروح السوق لو غالية ما بجيبش، اجيب مثلا اطبخها بس ما بخزنهاش، انا مش هخزن الحاجة غالية. لو الحاجة في رخيصة بروح مخزناها، مش رخيصة خلاص، اصبر شوية لما ترخص بروح جايبها. وهي ولو ان مفيش حاجة هترخص، بس يعني مثلا كل سوق عن التاني بتبقى الحاجة نزلت شوية. كده بخزن حاجة الحاجات اللي أنا عايزة أخزنها، وما بجيبش مثلا كميات وازنق نفسي، لأ. أنا كل ما أجي أروح السوق أروح جايبة مثلا، لو هطبخ حاجة نص كيلو، احنا عددنا مش كبير، احنا 4 أفراد، فبجيب مثلا نص كيلو. بروح جايبة مثلا كيلو أو كيلو ونص، أخزن الكيلو ونص وأسيب النص لينا. فاهميني ازاي؟ فما بزنقش نفسي. مش مثلا عشان اروح اخزن اروح مخصوص اروح اجيب مثلا حاجات ب3 ولا 4 كيلو عشان اخزنهم مخصوص، عشان كده لا. انا بخزن مثلا، زي ما انا قلت لكم، كل ما اجي اروح السوق ازود مثلا كيلو ونص او كيلو ونص، كده مع الحاجة بتاع يعني طبيخ الاسبوع او طبيخ اليوم كده. عشان كده ما بحسش بالتخزين ولا اي حاجة. كذلك برضو البطاطس دلوقتي بقت جميلة. في ناس بتخزنها بس أنا ما بخزنهاش بصراحة، عشان احنا عندنا دايما البطاطس في السوق عندنا بتبقى حلوة. في بطاطس دلوقتي محلونة بتبقى بتيجي تحمريها بتتحروق، لا، احنا عندنا يعني في واحدة عندنا في السوق قبل ما بتاخديها بتقولك دي تنفع صينية ولا تنفع تحمير، فبتقولك. فما بجيبش اخزن بصراحة البطاطس، ده اخر حاجة خزنها، يعني في ناس بتحب تخزن البطاطس بس انا لا. انا اخزن خضار، حاجات من دي تنفعني مثلا ايه في يوم مثلا في اخر الشهر ما معيش فلوس اطلع من الفريزر، وابقى ماشيه على قدي، مش مثلا اجيب كل حاجه وارمي وانا مش هاكلها. لا، انا بجيب الحاجات اللي ولادي هياكلوها، يعني الحاجات اللي احنا هناكلها بجيب اخزنها، مش هياكلوها مش هجيب واحط في الفريزر وانا اصلا مش هاكلها وفي الاخر بتترمي. لا، انا بجيب الحاجات بس شوف ايه الانواع اللي احنا بناكلها وبجيب اخزنها، بس كده. زي ما انتوا كنتوا شايفين كده انا جزأتهم هم زي ما انتوا شايفين في 4 اكياس، كل كيس نص كيلو، واخدهم على الفريزر، مع طماطم بقى وحاجات من دي بتقضيني بقى بقية الشهر. هنا كنت شاوية بطاطا في الفرن، والبطاطا كانت، بصراحة أنا كنت أنا على طول بحط ورق فويل على على الصاجة بتاعة الفرن، أو بحطها في صينية وبشويها. المرة دي بقى بنتي اللي حطتها كده، وأنا ولعت وما خدتش بالي من الفرن، يعني ما بصيتش في الفرن، هي غسلتها لي وحطتها على الصاجة على طول. وأنا ما بحبش حاجة على الصاجة بصراحة، البطاطا بالذات بتحرق الصاجة بتاعة الفرن.
فبعد ما خلاص الشوت وكده هطلعها تاني، فقلت بقى خلاص مش مهم، ابقى اغسل الصاج. شايفين لما انا حطيت عليها ستريس طلعت كل اللي فيها. الستريس بصراحة جميل جميل جميل. انا كنت بس بغسل الاول بباور، بس حسيت انه الباور شديد عن الستريس. اما الستريس بينظف اي حاجة، كل حاجة في البوتاجاز، بس انا بصراحة ما بحطوش على الستانلس. ومسكت كده الفرن غسلته بتاع الازاز كان نظيف بصراحه، ما خلعتوش، بس مش عارفه الاضاءه عندي وحشه كده ليه. بس البوتاجاز والله كنت منضفه ومخليه زي الفل، بس مش عارفه الاضاءه عندي عامله كده ليه. وبس كده، واشوفكم ان شاء الله على الفيديو.